السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الدرملي، ودي حلقة جديدة من شغل جودة. سؤال تقريبا بيتكرر كل يوم أو دايما بيجيلي في رسائل عن أهم الكورسات أو الشهادات اللي المفروض تكون مع مهندس الجودة. بصراحة أنا دايما كنت دايما بحاول أتجنب السؤال ده، عشان دايما بيبقى السؤال اللي بعده طب إيه هي أهم الأماكن، وأنا بحس إن الموضوع ده فيه مسؤولية، وإن أنا هعمل ريكومنديشن لمكان فممكن يبقى ليها وجهين، ممكن يطلع المكان ده مش أحسن حاجة، أو حد يخيل لي إن أنا بتعامل مع الأماكن دي بأي طريقة من الطرق، وده طبعا كلام مش حقيقي خالص. ولكن خلينا مبدئيا نقسم الشهادات اللي المفروض تكون مع مهندس الجودة إلى 3 أنواع أو 3 مستويات من الشهادات. المستوى الأول معانا هو الISO 9001. المفروض إن شهادة الISO 9001 دي حاجة مخصصة لأنظمة الجودة. هنا مش بنتكلم على الجودة كاستلامات في الموقع أو الأمور التكنيكال، لأ، هنا بنتكلم اكتر في ناحيه الكيو اي، وكل الشهادات اللي انا هقولها دي هي حاجات اقرب للكيو اي. فبنبتدي بالايزو 9001 او الكواليتي مانجمنت سيستم. دي شهاده اساسيه لاي مهندس جوده، هتفهم من خلالها ازاي تراجع وتطبق نظم الجوده في الشركات والمشروعات، او حتى في مصنع او ايا كان تخصصك. فالموضوع ده بالنسبه للكواليتي كنترول مهم جدًا، ولكن دايمًا خلّيك فاهم إن الحاجات دي أقرب للQA. يعني لو أنت بقيت أو أنت مهندس جودة وخلاص قفّلت اللعبة في موضوع الاستلامات وغيره، لازم برضه يبقى معاك شغل الQA أو فاهم كويس جدًا الأمور الورقية، ودي من أهم الشهادات اللي لازم تحصل عليها خلال مسيرتك في الشغل. الحاجة التانية معانا الinternal auditor. دي بتعلّمك إزاي تعمل، أو دي بتأهّلك إزاي تعمل audit أو تعمل تدقيق بالعربي على المستندات، أو على تتأكد إن السيستم بيطبّق بشكل سليم. ده كده بالنسبة للlevel الأولاني. في الlevel التاني عندنا شهادات ممكن تكون أقرب للtechnical. زي إيه؟ هي مش أقرب للtechnical، هي شهادات already technical. أشهرهم على الإطلاق شهادة الACI، أو اللي هي الشهادة اللي بتبقى تبع مركز دراسات الخرسانة الأمريكي، أو معهد دراسات الخرسانة الأمريكي الAmerican Concrete Institution. ودي ليها جانب التجارب، يعني من خلال الكورس ده أو المؤهل ده أنت حتى الامتحان بتاعه والماتيريال اللي أنت هتدرسها هي كلها ليها علاقة بموضوع اختبارات الخرسانة. كل حاجة الموضوع أقرب للتكنيشن بتوع الخرسانة. ولكن احنا كده قلنا على 3 حاجات. عندنا الايزو 9001 والانترنال اديتور، وقلنا الاي سي اي. الجزئين الاولانيين ليهم علاقه اكتر بالكيو اي، الاي سي اي ليها علاقه بالتكنيكال. ولكن في ناس كتيره بتبقى عايزه تاخد الموضوع بالمعلقه، يعني عايز حتى موضوع اللي بيحصل في الموقع وكل التفاصيل دي يعرفها. للامانه مفيش جهه معينه هتديك شهاده رسميه زي شهادات الايزو او شهادات الاي سي اي تخص الموضوع ده. ممكن تشوف الحاجات اللي بيقدمها العبد لله، او اي من الزملاء الافاضل اللي هم افضل مني بكتير. لو عملت سيرش بسيط هيظهر لك قناة كومبليت انجينير، هيظهر لك مهندس خالد شعلان، هيظهر لك ناس كتيرة جدا بتقدم المحتوى ده بشكل مجاني. ده للنولج، ده عشان نعرف وعشان ننقل خبرات لبعض ونتكلم في المواضيع دي. انما كمؤهلات ما تخليش حد يضحك عليك بمجرد شهادة طالعة من المركز بتاعه أي كان اسمه، ويديك شهادة هي في الأغلب دي شهادة حضور. دي في الحقيقة ملهاش أي قيمة، لأنك أنت لو هتسافر السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول، آه، من الأساسيات اللي تبقى موجودة معاك اللي بتطلب هناك بالاسم، هتلاقي الايزو، هتلاقي الانترنال اديتور، هتلاقي التي كوي ام، وهتلاقي الاي سي اي. انما مش هيبص الشهاده من مركز مهما كان المركز ده قوي وكويس وكل الى اخره. مش هتلاقي دول مش بيطلبوا، او انت الحاجات دي بتاخدها للنولج، للمعرفه، للعلم. دي يعني حاجة بصراحة حابب أنصح بيها كل الزملاء. ما تدفعش قرش في حاجة هي اوريدي موجودة على الإنترنت ببلاش. معلش هتتعب نفسك شوية،
هتعمل سيرش هتشوف مين اللي بيقدم، هتشوف على يوتيوب، هتشوف على يوديمي، هتشوف على لينكدين ليرنينج، في كتير جدا من المنصات اللي بتقدم المحتوى ده. وللعلم برضه، او عايز ازود كمان حاجه، حتى قبل ما تروح للايزو 9001 او تروح للسيكس سيجما وغيرهم، انصحك انك انت قبل ما تروح وتدفع فلوس انك انت تشوف المحتوى اللي بيتقدم بخصوص الموضوع ده على الانترنت. هتلاقي ناس كتيرة جدا بتشرح الحاجات دي وبأشكال مختلفة، ولكن بتاخد عنها فكرة وبعد كده بتقرر هل انت عندك استعداد تاخد الكورس ده، هل انت خلاص استوعبته فالموضوع مش هياخد منك وقت جوه الكورس وهتقدر تباص من اول مرة في الامتحان. فبنصح اي حد من الزملاء ان هو يذاكر الحاجة اللي هو ناوي ياخد شهادتها الاول اونلاين، واعتقد ان 99% من الماتيريال هي متاحة على الحاجات المنصات اللي احنا قلناها دي بشكل مجاني، او على الاقل المقدمات بتاعتها متاحة بشكل مجاني. شوف وتأكد وبعد كده روح ادفع الفلوس في الجهة اللي أنت عايزها. الحاجة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم فيها هي المستوى التالت من الشهادات اللي احنا اتكلمنا عنها، أو الليفل بقى المتقدم اللي أنت المفروض بعد ما بتخلص الحاجات الأولانية دي بتروح للليفل التالت، اللي هو عبارة عن 3 شهادات وممكن بيزيدوا أو بيقلوا حسب المطلوب في السوق. عندنا السي كيو اي، او دي من افضل الشهادات اللي ممكن ياخدها مهندس جودة، وهتميزك برضو في حالة السفر. في أغلب الأحوال في مصر الحاجات دي مش مطلوبة قوي إلا في ليفلز معينة، إنما في السفر الحاجات دي بتفرق جدا. وطبعا عندك النيبوش، هي دي ملهاش علاقة قوي بالكواليتي كنترول، هي سيفتي أكتر، ولكن هي بتطلب في كل مشاريع الأويل أند جاز. بيطلب على الأقل إن المانجيريال ليفل وممكن الميدل كمان بيطلب منهم إن هم يكون معاهم نيبوش. الحاجة التالتة اللين 6 سيجما، اليالو والجرين والبلاك، اللي هي ليها زي ليفلز كده جواها. ودي المفروض شهادة عن موضوع تحسين العمليات وتقليل الهدر وغيره. هي طبعا هتحس ان هي قريبة جدا في مجال التصنيع، ولكن كل ما هو في مجال التصنيع هو موجود في مجال الكونستراكشن، بس الشاطر هو اللي يعرف يربط الايتمز ببعض. ما احنا برضو كناس بتشتغل في الكونستراكشن، ما احنا برضو بنقدم منتج. اه هو المنتج مش تلفزيون او مش ثلاجة او مش عربية او مش صاروخ، ولكن هو في الحقيقة هو منتج. الكونكريت سكيلتون ده منتج، التشطيبات دي منتج، وكل ايتم فيها عبارة عن منتج مستقل. فيعني هو الموضوع اسقاط، لان انا فاكر لما كنت بدرس التي كيو ام ككورس جانبي كده، مش بشهادة من جهة معينة. اللي كان بيحاضرنا في المحاضرات هو كان الكواليتي مانجر اعتقد في فاركو، وده مصنع ادويه. ولكن كان كل اللي قاعدين كانوا زمايلي، كنا كلنا مهندسين مدني تقريبا. ولكن قدرنا من خلال الكلام اللي هو بيقوله ان احنا نسقط الكلام اللي هو بيقوله على مجالنا. هي في الاخر وفي الاول هي كلها عمليات انتاج، ايا كان المنتج اللي احنا بنقدمه. فهنراجع كده مع بعض. فاحنا اتكلمنا في الليفل الاولاني عندنا الايزو 9001، وبعد كده اتكلمنا عن الانترنال اديتور، وبعد كده اتكلمنا عن الكورسات اللي ممكن تشوفها حتى على الانترنت بخصوص شغل الكواليتي كنترول زي ما قلت عندي او عند غيري من الزملاء. وانصح بالحاجات المجانيه اكتر من اي حاجه مدفوعه. بعد كده عندنا السي كيو اي، وعندنا النيبوش، وعندنا اللين 6 سيجما. وطبعا في مجال الاختبارات الاشهر على الاطلاق والاقوى واللي بتطلب بالاسم وهي الاي سي اي. بس كده يعني. يا ريت تشاركونا كمان خبراتكم. لو حد خد مؤهل انا ما ذكرتوش او ممكن اكون ما اعرفوش، يا ريت يكتب لنا في الكومنتات ويقول لنا ال- المؤهل ده بخصوص ايه بالظبط، عشان برضو كلنا نتعلم من بعض. ولو ليه لينك ولا حاجة ممكن نبص كده ونشوف المحتوى بتاع الشهادة دي، او الشهادة دي بتأهلنا لايه بالظبط. ولو في زملاء اخدوا شهادات الكورسات او من الحاجات اللي انا ذكرتها زي الايزو وغيره في اماكن كويسه في مصر او حتى في الخليج، عشان نساعد بعض على الكومنتات كلنا هنبص عليها مع بعض وكل واحد يشوف اقرب مكان ليه يقول لنا. ولا تعرف كمان تقول لنا السعر عشان كل واحد ايه ما يتصدمش باللي بيحصل. وبس كده، شكرا جزيلا ليكم، واتمنى اكون قدمت اي جديد. انا محمد الدرملي، وده برنامج شغل جودة. السلام عليكم.